فضيحة ماتش القمة الجزء الثامن بعنوان كشف المستور ورصيد الستر خلص. إبراهيم فايق خرج علينا بخبر عاجل، وهو إن حصل تواصل سريع جدا بين وزارة الرياضة المصرية ووزارة الرياضة السعودية عشان يتم طلب طاقم حكام سعوديين عشان ماتش القمة. وطبعا جت بعد ما الاتصالات دي جت بعد ما الاتحاد الليبي طلب مهلة 24 ساعة تأجيل للماتش عشان مفيش طاقم حكام فاضي. الاتحاد السعودي قال أنا ما عنديش مشكلة وأحلى طاقم تحكيم وعلى أحلى طيارة خاصة يروح القاهرة، بس للأسف الحكام هيوصلوا بعد ميعاد الماتش بساعتين وربع، وإن الحل دلوقتي في إيد اتحاد الكرة المصري وهو تأجيل القمة 24 ساعة بس طبعا كل ده كلام في الهوا، لأن الزمالك ماسك في كلامه في بيانه الخاص ورافض أي تأجيل لو ثانية واحدة للماتش لحد ما تيجي وقت الماتش، وجماهير الأهلي والزمالك ولاعيبة الزمالك والجهاز الفني بالكامل موجودين في الاستاد. وأتوبيس الأهلي اتحرك على الملعب على أساس إن في تغيير في الحكام هيحصل عشان يتفاجئ الأهلي بطاقم تحكيم مصري هو اللي هيحكم، وعشان كده الأهلي غير اتجاه الأتوبيس بتاعه، وبدل ما يروح استاد القاهرة لأ راح فرع النادي بمدينة نصر وما يلعبش ماتش القمة، ويخلص الماتش وتخلص معاها المسرحية اللي عملها اتحاد الكورة ونادي الزمالك، ويتحسب الفوز للزمالك، والكل في انتظار احتساب نتيجة الماتش وفي انتظار العقوبات اللي هتواجه الأهلي بعد قرار عدم لعب الماتش. وفي النهاية مش هنقول غير حاجة غير إن فعلا بلدنا ما فيهاش كورة، وحرفيا اتحاد السمسرة والعمولات، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول عن الفضيحة اللي حصلت دي.